السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفته المصري اللي بتنعمل في عيد الاضحى. اعدها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ويا رب كل واحد مسلم كده نفسه في عيد الاضحى ده بامنيه ربنا يحققها له يا رب. وما تنسوش اخواتنا الفلسطينيين من دعواتكم في يوم عرفه باذن الله. بس لو انتوا حابين تعرفوا عليا وتعملوا الفته بالطريقه المصري بتاعتنا كده الريفيه، انا اسمي عبير ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه الفته بتاعتنا ديت يفضل ان احنا نعملها بلحمه ضاني. احنا عندنا من اغلبيتنا بنعملها بلحمه ضاني اللي موجوده عنده، بس لو انت ما عندكيش لحمه ضاني تقدري تستخدمي اي نوع لحمه موجوده عندك. اول حاجه كده احط حله على النار، هحط فيها معلقه من السمنه ومعلقتين من الزيت، وبعدين هبدا انزل باللحمه بتاعتي شطفتها شطفه واحده بس تحت الحنفيه علشان ما اخليهاش تفقد القيمه الغذائيه اللي موجوده فيها. وبعد كده هبدا اشوح اللحمه بتاعتي كويس جدا لحد ما اقفل كل المسامات اللي موجوده فيها. عندي هنا مكعب مرق من اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده على القناه، هضيفه كده عشان اعزز النكهه بتاعه اللحمه بتاعتنا. وبعدين هنزل عليها بالبوكيه جرنيه. البوكيه جرنيه عباره عن جزر وطماطم ورق لور وحبهان، وكمان بصل. وبس كده. احط رشه صغيره من الجنزبيل ورشه كمان من الفلفل الاسمر، وهبدا ورشه كمان من القرفه، ولو في قرفه عداني يفضل كمان. بعد كده هبدا اشوح كده المكونات بتاعتي كلها مع بعضها كده لمده 5 دقائق لحد ما ابدا اشم ريحه التوابل والبهارات اللي انا حطاها ديت تطلع كده معايا. هبدا انزل على طول بلتر من الميه السخنه، او تقدري تزودي بقى الميه زي ما انت عايزه على حسب اللحمه اللي انت عاملاها مقدارها قد ايه. هسيبها بقى لحد ما تبدا تستوي معايا. وعلى ما تستوي انا عندي هنا عيش شامي من اللي جايباه من على بطاقه التومين عادي خالص. لو انت ما عندكيش عيش ابيض، عيش طابونه، اي عيش موجود عندك. هبدا كده اجيب قطعه من الزبده وهمسك كده الرغيف بتاعي ادهنه سمنه كده او زبده من كل الاتجاهات. وبعدين هبدا كده اقطعه بالمقص، ودي اسهل طريقه وافضل طريقه ان احنا نعمل بيها العيش بتاعنا. ممكن لما احنا نقطعه من غير ما ندهنه وبعدين نرش عليه سمنه والزبده بتيجي على واحده واحده، لكن كده افضل. بنضمن ان السمنه بتاعتنا جت على العيش كله. بعد كده بقى هندخله الفرن يتحمص تحت الشبكه كده وتحت الشوايه، ياخد حوالي 5 او 6 دقايق بس. وبعد كده بنركنه بقى ونبدا نعمل الرز بتاعنا. انا عندي هنا معلقه من السمنه البلدي اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده الحلويات، معلقه من السمنه المخلوطه. حطيت عليها معلقتين 3 من الزيت، وهنزل عليها بنص كيلو من الرز المصري متنقي ومغسول ومتصفي. الفته بتتعمل برز مصري عادي جدا. بعد كده بقى هبدا اشوح الرز بتاعنا كله خالص دلوقتي لحد ما يفقد اي بخار موجود فيه، علشان خاطر ما يطلعش معجن معايا، وكمان يبقى مفرفر كده، وكمان يستوي معايا بسرعه. هحط له بس رشه واحده صغيره خالص من الفلفل الاسمر. ما بحبش انكه الرز الابيض قوي علشان ما يغيرش اللون بتاعه. وبعدين هنزل عليه على طول بالميه السخنه بتاعتي، وبنخلي مقدار مع عقله صباع بس فوق مستوى الرز. اول ما بيغلي ويتشرب معاه كده بهدي عليه النار، وبعدين بسيبه 10 دقايق لحد ما يبدأ يتشرب كده خلاص بقى جاهز معانا. بعد كده بقى هعمل معايا الصلصه بتاعت الفته بتاعتنا. انا عندي هنا معلقه من السمنه ومعلقتين برضو من الزيت، وطبعا انت بتزودي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. هحط فيها معلقه كبيره من الثوم المفروم. هفضل اقلب فيها كده لحد ما اشم ريحه الثوم ويوصل معايا للون البني الذهبي الفاتح. وبعدين هروح جايه نازله عليها على طول بمعلقه كبيره من الخل. في ناس بتعمل الفتة من غير ما تضيف لها معلقة الخل دي، بس بصراحة الخل بيديها طعم جميل جدا. التوابل بتاعتنا هتبقى عبارة عن كزبرة وفلفل اسمر وكمون، بس مفيش اكتر من كده علشان ناخد طعم فتة يكون مميز باذن الله. ما عندكيش التوابل ديت تقدر تضيفي نص معلقة من السبع بهارات. هقلب بقى الخلطه دي مع بعضها كويس جدا. اول ما اشم الريحه بتاعت الخل كده طلعت كده وبقت ريحتها كويسه. انا عندي هنا نص شفشق من الطماطم ضفته، وبعدين هنزل عليه بمعلقه صغيره من الملح ونص معلقه من السكر عشان تعادل الحموضه اللي موجوده في الطماطم. وبعدين هسيبها لحد ما تبدا بقى تاخد وتدي مع نفسها كده وتستبك، وهتبقى كده معانا خلاص. الصلصه بتاعت الفته اصبحت جاهزه بألف هنا وشفا.
لو وصلتوا بقى معايا للدقيقه دي من الفيديو ما تنسيش بقى تنزلوا تشتركوا في القناه وتصلوا على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كانت اللحمه بتاعتي خلاص استوت وضفت لها الملح بقى علشان خاطر تاخد تطعم معايا من الملح. ودلوقتي بقى هبدا اشوح اللحمه بتاعتي. انا عندي معلقتين من الزيت كده حطيت عليهم معلقه كبيره من الثوم، وبعدين من غير ما يلون ولا اي حاجه خالص هبدا بقى اضيف اللحمه بتاعتي واقلبها كويس كده تاخد طعم الثوم والزيت كده. مش هحمرها ولا حاجه علشان ما تنشفش، انا بس بديها صدمه كده وتاخد طعم، وهي كده خلاص جاهزه. تقدري تقدميها مسلوقه لو انت بتحبها مسلوقه، او تعمليها من غير توم لو انت بتحبها من غير توم. بس لو بصراحه لو جربتي الطريقه ديت هتعجبك قوي، والثوم بيدي طعم ونكهه اللحمه جميل جدا جدا. بعد كده بقى هنبدا نقدم عندنا الفتة. هنحط العيش الأول من تحت، وبعدين هنبدأ بقى نحط عليه الرز من فوق، ونحط بقى الصلصة. في ناس بتحب العيش بتاع الفتة يبقى طري، فانتي في الحالة ديت انت لما تحطي العيش هتجيبي مغرفة كده من الشوربة بتاعتنا بتاعت اللحمة وترشرشيها على العيش بتاعك. لكن انا بصراحه ولادي بيحبوا العيش محمص كده وبيقرقش، فما بحبش يعملوا الفته بالطريقه دي. ديت طريقه سهله جدا. وانا على فكره لما اكون بعمل الفته ديت ليا وولادي مش موجودين معايا بطر العيش، بجيب مغرفه من الشوربه كده واحطها على العيش، وبيترص معايا بالطريقه اللي انتوا شايفاها دي، العيش وبعدين الشوربه وبعدين الرز وبعدين الصلصه واللحمه. وده الشكل النهائي لطبق الفته بتاعنا بتاع عيد الاضحى اللي احنا بنفطر بيه الصبح باذن الله. لو عجبكم الفيديو النهارده ما تبخلوش عليا بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدعوا لنا دعوه حلوه كده في يوم عرفات باذن الله. دمتم في رعايه الله وفضله، وما تنسوش اخواتنا الفلسطينيين من الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.